بما انه موسم ورق العنب والجانرليك قلت خليني اعملكم وصفتين غير شكل، واللي هن يالنجي او زيتون يالي يابراك صارمصة. وليش سموه يالنجي؟ لانه يبرق كذاب بدون لحمه، وكل الطبخات اللي بتكون بلحمه وبتنعمل بلا لحمه بصير اسمها يالنجي. وطبعا وصفات اليالنجي كتير، وكل بلد وكل مدينه وكل بيت له تتبيلته، واليوم انا رح اعملها على طريقتي. اما الوصفه الثانيه فهي وصفه موسميه، ولازم هدول اثنين يكونوا تازه، اسمه تشابوت قشر، وكتير سهل ولذيذ. فتابعوا الوصفتين وجربوها لانه كتير حتحبوها. وبالنسبه للحشوه انا بحب انه احمس المكونات شوي، لانه جربتها بلا حمص فحسيتها لا بحمص اطيب، بتاخذ هيك لدعه شوي. فراح احتاج كاسه زيت زيتون، طبعا زيت الزيتون جاي من الضيعه، وراح ضيف عليهم 2 بصل مفرومين ناعم. وفي ناس كثير طبعا بتحب انه تضيف الثوم، بس انا ما بحبه باليالنجي. وبعد ما حمست البصل شوي راح ضيف عليهم ملعقه طعام دبس بندوره، يعني معجون طماطم، ونص ملعقه دبس فليفله اذا متوفر، واذا مو متوفر استبدلوه بفليفله حمراء خضراء اللي موجوده عندكم مقطعه ناعم. قلتها بسرعه. رح احمسهم شوي مع البصل، رح ضيف عليهم بندورتين طماطتين انا عملت لهم فرمه بالماكينه تنبله، انتم اذا بتحبوا تقطعوها ناعم براحتكم. رح ضيف عليهم 3/4 الكاسه دبس رمان ونص كاسه ليمون، وطبعا الحموضه بكيفكم، فيكم تزيدوها او تنقصوها. والبهارات رح تكون عندي نعناع بابريكا كمون سماق فلفل اسود كزبره ورشه ملح. ورح ضيف ملعقه وسط قهوه سوريه وجايه من الشام كمان، لانه القهوه باليالنجي بتعطي نكهه كثير طيبه، وشويه سكر، صارت القهوه وسط. وهلا رح طفي الغاز، ولانه هلا موسم الجانرلك مثل ما بتعرفوا فرح ضيف 10 حبات مقطعين رح يعطوها نكهه طيبه وحموضه لذيذه. وانتم شو بتسموه ببلدكم؟ اكتبوا لي. وجرزه بقدونس وكم ورقه نعناع مقطعين. واخر شيء رح ضيفه 3 كاسات رز حبه صغيره منقوع ساعه، نقلبهم مع بعض. طبعا الغاز مطفيها، مو تفكروا عم بطبخها. ورح خليهم على جنب بين ما نجهز الورق. مي سخنتها بدي اضيف عليها شوي سكر مشان نحافظ على لون الورق. ورح نزل ورق العنب بالمي عشان يطرى، لانه اخضر بس مو نسلقه، بس هيك غطى وطلع. وهيك الورق صار تمام. نعملنا لقمه نيه، ودي الحوامل لا يدوا علي. وهلا بقى نبلش نلف. حاخذ من الحشوه كميه منيحه، لانه اليالنجي مو مثل اليبرق، لازم تكون كربوجه وطبوشه. رح طبق الاطراف على بعضهم والفها هيك، والرصه مزبوط نحن وعم نلفها، شوفوا كيف. ونكمل بقى واعود بعد قليل. رح صف اول شي بطاطا بسفل الطنجره، وهي هلا كله بيقتل حاله عليها، وشوي من ورق العنب، وصف يلنجيات. يلنجية يلنجية واحدة تحكي للتانية. أما شو رح أبعتكم مشوار غير شكل. وبين الطبقات رح خلي قطع ليمون، وهلأ رح غطي يلنجياتي مشان ما يبردوا. طبعا في ناس بتحب تضيف الصوص اللي بيزيد من الحشوه، وفي ناس بتحب تضيف دبس الرمان، بس انا اذا ضفتهم بحس انه رح يغمق عندي الورق، فرح خلي على مي سخنه ربع كاسه زيت زيتون، وبقدهم زيت نباتي، وعصير ليمونه حسب الرغبه. وهذا بقى عصير جانرليك انا ضفته من عندي وعصرته بالخلاط، وطبعا اذا كان موسمه بنضيف منه شوي، ورشه سكر، وبتلحق رشه ملح. شوفوا اللون يا سلام، تقاله. واضيف الصوص. اذا طلعنا هيك ما بنلاقيها مغموره، واذا عملنا كبسه انغمرت شوي، هيك انا عياري. فهمتوا علي ما؟ فهمتوا علي. وهلا رح اطبخها بطنجره الضغط الكهربائيه على عيار اللحمه نص ساعه، وبتاخذ تنفيذ كمان نص ساعه. ودائما طنجره الضغط اتركوها تنفس لحالها لحدا يزعجها، لانه بتطلع منهنه وطيبه غير شكل، فلا تستعجلوا عليها. ايوه حكيت لكم. وبين ما يستوي اليالنجي، وبما انه عندنا هالورق الاخضر والجارليك، فرح اعمل طبق في منهم بيقولوا انه من ازمير، وفي منهم بيقولوا انه من دنزلي. واسم الطبق تشابوت قشر. 20 ورقه يبرة رح اقطعهم بهذا الشكل، وهذا الحجم اللي بدي اياه. اول شيء بدي احمص 250 جرام لحم غنم مع شويه دهنه، قطعتهم هيك شرحات ناعمه، يعني اكبر من راس العصفور بشوي. وبعد ما انحمست عنا اللحمه بدي اضيف نص كاسه زيت زيتون، وبصله مفرومه ناعم، ورح ضيف ورق العنب اللي قطعناه. اما هي الاكله شو رح تدعوا لي عليها؟ شي ناهي. ورح غطيهم 5 دقائق ليدبل الورق. وبس دبل عندي الورق رح ضيف عليه كاستين رز حبه طويله مغسول ومنقوع، ورح ضيف عليهم البهارات اللي هن فلفل اسود وكمون وملح، اقلبهم شوي. ورح ضيف عليهم مقدار 10 حبات جانرلك بهي الطريقه، وربع كاسه من عصير الجانرلك انا عصرته بالخلاط. وعصير ليمونه. ورح ضيف كاستين ونص مي مغليه واقلبهم واتركهم ينطبخوا على نار هاديه لحتى يستوي الرز. نار هاديه، ايوه قلت لكم مو تقوي النار ويحترق الرز، ما دخلني كل مين وطباخه. السلام عليكم. وصاروا جاهزين معنا، هلا نقدمهم. ويا سلام شوفوا هاللون وهاللمعه. والشابوت قشر كمان صار جاهز، وشوفوا لي شلون كل حبه بحبتها. الرزات غير شكل طالعين، وان شاء الله الف صحه وهنا. جربوها كثير رح تحبوها.